مساء الفل، اخباركم ايه؟ هنتكلم النهارده في موضوع مهم جدا وهو موضوع اكرم توفيق والاستبعاد الاخير للمباريات. طبعا كلنا عارفين ان اكرم توفيق راجل في الملعب وحماسي للغاية، والراجل بجد ما بيبخلش بنقطة عرق واحدة. وطبعا كلكم عارفين ان هو ارجل لاعبي النادي الاهلي في الوقت الحالي. اي نعم، جاله اصابتين قوية جدا، طبعا اصابة الرباط الصليبي اقوى اصابة للاعب كرة قدم، لكن الراجل بيجي وبيجي بقوة. لكن كولر قال للجنة التخطيط ان هو مش مقتنع بالفترة دي وياريت تطلعوه اعارة. طبعا لجنة التخطيط قالت له لا للمساس بأكرم توفيق. انت طبعا سمعنا كلامك في حاجات كتيرة جدا زي مودست، طبعا مشينا حسام حسن، مشينا محمد شريف، مشينا حمدي فتحي، مشينا ايمن اشرف، لكن اكرم توفيق لا للمساس بيه على الإطلاق يا عم كولر. لا للمساس بيه. أرجى اللاعب الأهلي عايز تمشيه؟ لا، احنا أصلا صابرين عليك لغاية دلوقتي. انت النتائج الكارثية اللي بتحصل الوقت الأخير طبعا لا تغتفر يا عم كولر. انت عايز تمشي أكرم توفيق وتخلينا هاني؟ طب انت بتقول عندنا هاني، كريم فؤاد، وهنجيب عمر كمال عبد الواحد. لا يا باشا، انت لو وصلت يا عم كولر انك تمشي اكرم توفيق عشان عمر كمال، لا احنا نأجل صفقة عمر كمال للصيف الجاي ونخلي اكرم توفيق. وكمان اكرم توفيق اصلا مكانه الاساسي رقم 6 خط النص. انت ازاي يعني انت هتجيب عمر كمال؟ خلاص حط اكرم توفيق رقم 6. مروان عطية اصلا مستواه متذبذب، لعبه خط وسط هيأدي. ارجى اللاعب الاهلي ما ينفعش يمشي من النادي الاهلي، وكل جماهير النادي الاهلي بتقول كده. ما ينفعش اكرم توفيق يمشي من النادي الاهلي، الموضوع سكة ودغري. ده اول نقطة يا عم كولر. الناس بقى اللي بتقول عمر كمال عبد الواحد مش هيجي، لا يا جماعه، والله العظيم والله العظيم عمر كمال عبد الواحد في الاهلي وماضي اصلا من شهر 8 اللي فات. الموضوع انتهى، والاهلي الاهلي هو اللي مأجل الصفقه. طبعا في كاس عالم الانديه، في كاس السوبر، طبعا مأجل كل ده. وطبعا فيوتشر عايزه لعيبه مش عايزه فلوس. قال خالد عبد الفتاح، كريم ندفد، صلاح محسن. كريم ندفد مش هينفع، كولر قال لا. خالد عبد الفتاح بعد كاس العالم للانديه. صلاح محسن احتمال تكون صفقه تبادليه، احتمال تكون صفقه تبادليه. لكن فيوتشر مش عايزه فلوس، عايزه لعيبه. هي داخله طبعا على الكونفدراليه، داخله على كاس مصر، هي عايزه فلوس، عايزه لعيبه من النادي الاهلي. طبعا مفيش احسن من لعيبه النادي الاهلي، وفيوتشر طبعا عايزه كذا. طبعا المهندس عادل القيعي قعد مع الاستاذ هيثم عرابي، قعد مع الكابتن علاء ميهوب والدكتور وليد دعبس، قالوا مفيش مشكله خالص، ممكن ناخد احمد عبد القادر او طاهر محمد طاهر. لكن كولر قال طاهر محمد طاهر لا. طبعا احمد عبد القادر اداره الاهلي قالت لا. طبعا الموضوع رجع تاني. لكن عمر كمال عبد الواحد موجود اجلا او عاجلا، هو هيكون موجود في النادي الاهلي. حتى لو قعد 6 شهور دول في فيوتشر هيروح فري للنادي الاهلي. موضوع بيراميدز، موضوع الزمالك، الموضوع ده اصلا مفيش. اقسم بالله عمر كمال عبد الواحد اهلاوي، الموضوع سكه ودغري. هنشوف بس بعد كاس العالم للانديه ايه اللي هيحصل. لكن موضوع انك انت عايز تودي اكرم توفيق اعاره عشان تجيب عمر كمال، لا، الموضوع لا للمساس باكرم توفيق يا عم كرة. موضوع سكه ودغري. اما بقى صلاح محسن هتكون صفقه تبادليه في فيوتشر او انبي عشان احمد امين اوفه، هنشوف الكلام ده هيحصل بعد الكاس العالم للانديه. طبعا لازم مهاجم يكون موجود بدل صلاح محسن. كولر قالها، عايز انا ماشي، انا موافق ان تمشي صلاح محسن بس جيب لي مهاجم محلي. طبعا احمد ياسر الريان تحت التقييم، احمد امين اوفه موجود، مروان حمدي. لكن اداره المصري واداره الاهلي مستحيل تقعد مع بعض، في حساسيه بين الناديين. الا بقى لو فسخ التعاقد يبقى في كلام تاني، يبقى كده هيجي فري. لكن الاولويه احمد امين اوفه واحمد ياسر ريان تحت التقييم في كاس السوبر اللي هيحصل في الامارات الشهر القادم.
الموضوع بقولها لكم، عمر كمال اهلاوي خلاص، احمد فتوح هيكون في الاهلي في الصيف الجاي، الموضوع منتهي. عشان سكه ودغري. محمد كوناتي مهاجم بوركينا فاسو هنشوفه في كوت ديفوار في كاس الامم الافريقيه، هو هيبقى فري في يناير، سهل قوي يوقع لاي نادي في يناير وهنشوفه. وانا بقول لكم ان هو دي عفوا ده صفقه سوبر، 25 سنه هتعرف تستثمر فيه. عشان نكون منتهين الموضوع، اكرم توفيق لا للمساس بيه يا عم كولر. عمر كمال اهلاوي، حتى لو قعد الست شهور في فيوتشر هيروح في الاهلي فين في الصيف الجاي. ده اللي عندي دلوقتي، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.